يا صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده احترت في الاكل، قلت هعمل رنجة. خلاص زهقت. كل يوم اكل وطبيخ وزهقنا من كل ده. النهارده بقى ايه، نغير كده رنجة، نحدق كده شوية. قلت لجوزي وانت جاي بقى ايه، هاتلنا كده رنجة. رنجتين حلوين كده نعملهم طبق سلطة. وكان عندي باقي فسيخ كنت برضو خلياه. كنت حاطاه بقى نقعاه في زيت وليمون وخل وكده، طلعته بقى جنب الرنجة. وكانت الأكلة كده كلها حوادق في حوادق وحاجة كده تفتح النفس يعني. جبت الرنجة دي خليتها. أنا بحب رنجة الشتا دايما، بتبقى أحلى من رنجة الصيف. رنجة الشتا دايما بتبقى عدبة. رنجة الصيف لأ، مش بتبقى حادقة قوي. بيبقوا مزودين فيها الملح علشان يحافظ على الرنجة متخسرش في الحر. طبعا بقى أنا جبت الرنجتين كده خليتهم، مخليتش فيهم شوكية. لو أول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. كل ما تحتاروا اعملوا زيي، هاتوا رنجة وكلوا. والله ما في احلى من الاكل ده. الشوكة اللي في النص دي بطلعوها بالراحة علشان ما تسيبش الشوك في الجوانب، الشوك ما يتقطعش مننا في اللحمة في الجنب. بيبقى مقرف قوي ويزهق لما بنيجي نخليها، بيطلع بصعوبة. اهو بصوا بقى، انا فصصت الرنجة حتة حتة. على فكرة انا بفصص الرنجة كده بايديا مش بالمعلقة، عشان لو فيها شوك او اي حاجة اعرف اطلعه يعني، اخد بالي منه. اهو بصوا انا مخليتش اصلا في شوكية في الرنجة. طبعا بقى الاكلة ديت اهم حاجة فيها البصل الاخضر والفلفل، مفيش احلى من كده. لما بيبقى فيه فسيخ ورنجة بفضل طول اليوم ما افطرش وما اكلش اي حاجة لحد لما يجي ميعاد الغدا واكل فسيخ ورنجة براحتي. بيبقى فطار وغدا. لكن لو فطرت قبلها نفسي هتتسد ومش هعرف اكل فسيخ ورنجة. اهو هنا كنت مقطعة قرنين الفلفل دول، قلت بقى ايه، افصص عليهم الرنجة كده براحتي واحدة واحدة. اهو زي ما انتوا شايفين كده. والله حتة طبق رنجة ملهوش حل. اصلا اللي عايز يشوي الرنجة قبلها يشوي، بس انا مش بحب اشويها بصراحة، بحس انها بتحدق. بحسها حادة قوي كده لما بتتشوى قبلها. كده احلى. كده كده هي اصلا بتبقى مستوية على البخار تخش فران وكده، فهي بتبقى مستوية، مش محتاجة نشويها يعني. بس طبعا كل واحد يعمل بالطريقة اللي هو يحبها. انا بحبها كده اكتر وتبقى اسهل ومش بتزفر ريحة الدنيا يعني. اهو خلصت خلاص الرنجاية. انا هعمل الرنجتين بنفس الطريقة كده، هخليهم مش هخلي فيهم شوكة، بتبقى سهلة بقى في الاكل كده. وتحط بقى عليها طحينة وليمون بقى ونظبط الكلام. مفيش احلى من تظبيط الكلام في الاكل. ظبطوا الاكل، الاكل يظبطكم. اهو بصوا الفلفل السبايسي ده بقى، انا مش عارفة ازاي الناس بتعيش من غير ما تاكل حاجات. بجد دي احلى حاجة في الدنيا، اكتر حاجة بتفتح النفس. اهو خلصت الرنجتين كلهم. هعصر بقى عليهم ليمونتين كبار كده حلوين، يدوا بقى الرنجة مزازة كده. ويا عيني يا عيني، يا سيدي يا سيدي على الكلام والحركات في الأكل، يا تكاتي يا حركاتي. كل ما تغلبوا في الأكل اعملوا رنجة زيي، وافتكروني وانتوا بتاكلوا رنجة. خلاص كده هننزل بقى بالطحينة. حط بقى معلقتين طحينة كبار كده. لو في حدوقية أو أي حاجة حادقة في الرنجة، ت... الطحينة بتضيعها على طول، ما بتخليش الحاجة حادقة أبدا. بصلاية كبيرة كده بقى حلوة، تدي بقى ريحة وطعم كده للرنجة. طبعا بقى اللي هيتبقى منكم من الرنجة ديت في علبة كده صغيرة في التلاجة، في يوم كده برضو تبقوا جعانين كده ومش عارفين تاكلوا ايه، طلعوهم بقى كده برغيف عيش سخن مع بصلاية مع حبة بطاطس واقعدوا كلوا. انا اتبقى مني حطيته في علبة وحطيته في التلاجة، قلت في يوم كده ابقى ماليش نفس للاكل هطلعهم كده بقى ايه، حاجة تفتح نفسي. خلصت البصلاية ورحت جاية مقلبة طبق الرنجة كله في بعضه ومطلعة الفسيخ. طريقة الفسيخ هحطلكوا اللينك في صندوق الوصف، الرابط بتاع فيديو الفسيخ هحطهولكوا في صندوق الوصف. يبقوا ادخلوا شوفوه، شوفوا طريقة الفسيخ اللي انا عملته بيها.
أنا عاملة الفسيخ كله من أوله لآخره في البيت، حتى مسوياه في البيت، مش سايبة فيه يعني جايبة البوري وأنا اللي مملحاه وفتحته معاكوا وكل حاجة، هيعجبكوا برضه. قلبت بقى كده كويس، وعشان بقى الطحينة بقى مع الزيت مع الليمون كله كده بقى يدخل كده جوا بعضه، يا سيدي يا سيدي عالطعم على طبق الرنجة. اللي عايز يحط طماطم يحط، بس أنا مش بحب الطماطم بتزفر الرنجة. خلصت الأكل، ويلا روحوا اعملوا طبق رنجة زيي وبألف هنا وشفا.